وهي وصفة شيخ المحشي الكذاب اللي طلبتوها مني، وبلبنان بتتسمى هالأكلة خيارية بالذات بمدينة طرابلس. أول شي غسلت الكوسة وقطعتها وضفت لها شوية ملح وقلبتهم وتركتها تقريبا نص ساعة على طالع المي اللي فيها. وهنا حطيت ملعقة من السمنة وشوية زيت نباتي ونزلت عليهم بالكوسة، طبعا بعد ما نشفتها من المي اللي طلعت منها، وقلبتهم على الوشين لأخدوا لون. ممكن تحطوهم بالقلاية الهوائية أو بالفرن أو تقلوهم بزيت غزير. وبنفس الطاسة مشان ما نكوم جلي حطيت اللحمة ومع شوية دهنة، اللحمة مفرومة، وقلبتهم مع بعض. بعدين ضفت لهم بصلة مبشورة وضفت الملح وفلفل أسود وقلبتها لاستوت اللحمة. بعدين نزلت عليهم بالكوسة وكمان قلبتهم مع بعض. وهون رح جهز اللبن، كيلو ونص من اللبن، عليهم ملعقتين كبار من النشا وملعقة صغيرة من الملح. قلبتهم على البارد لداب النشا، بعدين رفعتهم على النار وضليت قلب فيهم لغلي اللبن وصار بهالقوام المثالي. بعدين نزلت باللبن على الكوسة واللحمة، وهون إذا حسيتوا القوام تقيل شوي ممكن تخففوه بشوية مي. قليت ملعقة من الثوم مع ملعقة من السمنة وحطيتهم فوق اللبن، وهي الخطوة اختيارية بس بتعطي طعم كتير طيبة لهالأكلة. ورشيت لهم رشة من النعناع الناشف، يا عيني على شكلها اللي بيفتح النفس. قدمت جنبها رز بشعرية، أكلة ولا أطيب من هيك، لازم تجربوها.